هل ممكن فار صغير يقفل بيتك ويحبسك جواه؟ مش بس كده، ده ممكن يخلي رئتك تغرق في سوائلها وانت حي وسط اهلك وفي قلب اوضتك. ده اللي حصل فعلا في سفينة الارمياء اللي بدأت برحلة استكشافية وانتهت بتابوت عايم في نص الاطلنطي. اشخاص محبوسين وراء ابواب مصفحة والموت بيتمشى بره في الطرقة بصمت مرعب. نفس الواحد بقى رصاصة والابتسامة في وش اللي جنبك بقت محاولة قتل. السلام عليكم، انا مصطفى عادل ودي قناة تسريب خفيف. النهارده هكشف لك سر سفينة MV هونديوس والسر اللي مستخبي في خنادق الحرب الكورية بقاله 70 سنة، وليه العالم كله مرعوب من السفينة دي، وايه علاقة مسلسل سيمبسون الكرتوني باللي بيحصل بالظبط. ركز معايا عشان الكلام اللي جاي حقيقي ومرعب جدا. عشان نفهم اللي حصل في السفينة في 2026 لازم نرجع بالزمن 75 سنة لورا، وتحديدا سنة 1951 وقت الحرب الكورية. آلاف الجنود الأمريكان ومن كذا دولة تانية مستخبيين في الجبال جوه خنادق قذرة. فجأة الجنود بدأوا يقعوا واحد ورا التاني، بس مش من الرصاص. الأعراض كانت غريبة، نزيف داخلي وفشل كلوي حاد ورئة بتتملي مية لحد ما الجندي يموت. العالم وقتها ما كانش عارف ده ايه بالظبط، فسموه حمى شوسون. وبعد سنين من البحث اكتشفوا ان المجرم ده كان فار واسمه فأر الحقل، بيبعت الموت للبشر عن طريق الغبار الملوث من فضلات. الفيروس ده اتسمى فيروس هانتا على اسم النهر اللي بدأ من عنده، وفضل نايم في الطبيعة مستني اللحظة اللي يرجع فيها عشان يهدد العالم. خليك فاكر الكلام ده كويس، ان الفيروس كان محبوس في خندق والعدوى كانت من فار لإنسان، وعشان كده قدروا يسيطروا عليه بمجرد ما الحرب خلصت. لكن الوحش اللي هنقابله دلوقتي اتعلم من غلطة الماضي. القصة بتاعتنا بتبدأ يوم 1 ابريل سنة 2026. راجل هولندي، خلينا نسمي الراجل ده هنريك. الراجل ده عنده 70 سنة، ملامحه هادية وتجاعيد وشه بتحكي قصة كفاح طويلة في سنين عاشها كمهندس في المينا. الراجل ده قرر ينهي حياته المهنية بأجمل رحلة مع مراته اللي خلينا نسميها مارتا. قرروا يطلعوا رحلة للقطب الجنوبي على السفينة دي. الرحلة دي بدأت من ميناء أوشوايا في الأرجنتين. المكان ده مش بس بعيد، ده حرفيا بيتسمى نهاية العالم. سمى كده لأنه أبعد مدينة مأهولة في جنوب الكرة الأرضية، مفيش بعدها غير الجليد والمجهول. هنريك ومراته مارتا كانوا واقفين هناك وحاسين إن هم رموا العالم ورا ظهرهم، وما يعرفوش إن نهاية العالم بالنسبة لهم هتبدأ من هنا فعلا. قبل ما السفينة تطلع، الركاب قضوا يومين في منطقة اسمها باتاغونيا الجبلية، وهناك وسط الطبيعة الخلابة هنريك ومراته قرروا ينزلوا يتمشوا بين الأكواخ الخشبية والجبال مكان ما القوارض دي بتعيش أصلا. ما كانوش يعرفوا إن فيروس هانتا مستني حد يشم غباره وسط الأكواخ الخشبية. وهنا لازم تسأل نفسك سؤال بديهي ومنطقي جدا: إيه اللي جاب فيروس كوريا الجنوبية للأرجنتين؟ وإزاي فيروس كان محبوس 70 سنة في خندق وفشل إن هو يتنقل بين البشر ظهر فجأة؟ الإجابة مش إن الفيروس نط من قارة لقارة، الحقيقة إن الفيروس ده كان مستخبي. عيلة فيروسات هانتا دي عيلة عالمية وموجودة في كل حتة، بس كل منطقة ليها الوحش الخاص بيها. السلالة بتاعت كوريا كانت بتضرب في الكلى، لكن في التسعينات وتحديدا سنة 1995 في مدينة بولسون في الأرجنتين، الأرض طلعت لنا سلالة أنديس، النسخة المرعبة والأكثر ذكاء في العيلة دي. التسعينات وقتها في الأرجنتين شهدت ظاهرة مناخية غريبة خلت الأشجار تنتج كميات ضخمة من البذور، وده أدى لانفجار في عدد الفئران البرية. والمشكلة بدأت لما البذور دي خلصت. الفئران الجعانة بدأت تهاجم بيوت البشر والمخازن والأكواخ عشان بتدور على أكل. الفئران دي سابت فضلاتها في كل حتة، وسط الخشب وفي الممرات وجوه الأكواخ. ولما الناس بدأت تنظف المخازن القديمة والبيوت الخشبية استنشقوا غبار ملوث بفضلات الفئران، وهنا كانت الصدمة. وقتها الأطباء في الأرجنتين لاحظوا حاجة غريبة جدا: الناس مش بس بتمرض من الفئران، لا ده في عائلات كاملة بتموت. التحقيقات أثبتت إن السلالة دي عملت طفرة هي الأولى من نوعها. الفيروس قرر إنه مش محتاج يستني فار عشان يعدي إنسان، هو بقى يمشي لوحده في الجو من نفس لنفس.
انا بس اتكلمت على اللي حصل في الارجنتين وقتها عشان ابقى موضح لكم الصوره كامله، ان المنطقه اللي هنريك ومارتا بيتمشوا فيها دلوقتي كانت من المناطق المصابه. وبعدها بيومين السفينه بدات تتحرك في المحيط الاطلنطي. هنريك كان روح السفينه والناس كلها كانت بتحبه، وبيشوفوه هو ومراته قاعدين على السفينه بيستمتعوا بكل لحظه وبيتفرجوا على غروب الشمس. الشباب اللي على السفينه سموه هنريك جد السفينه، لانه كان بيوزع عليهم قصص وحكاوي والكل كان بيحبه. وفي يوم 6 ابريل وهم متجهين للقطب الجنوبي الضحكه بدات تختفي. هنريك بدا يكح كحه خفيفه والناس قالت عادي ده ممكن يبقى برد من الجو، بس الكحه الخفيفه دي اتحولت لنهجان وما كانش قادر يكمل جمله واحده لمراته. في يوم 11 ابريل السفينه صحيت على صراخ مارتا هنريك مات. هو فارق الحياه في كابينته وهو كان بيتفرج على البحر من الشباك. يعني اللي حصل لهنريك ده ما كانش صدفه، ده كان استيقاظ للوحش اللي ظهر في التسعينات، بس المره دي راجع اشرس واقوى من الاول. الفيروس فضل مستخبي جوه الاكواخ الخشبيه مستني الضحيه اللي تنقله جوه سفينه مغلقه عشان يحول رحله العمر لكارثه عالميه ملهاش فرامل. السفينه هنا خافت من العدوى وقررت تتحرك بسرعه. ممكن تسالني وتقولي طب هم عرفوا منين ان في عدوى وهم في سفينه في وسط البحر ولا في معامل ولا تحاليل؟ بعد وفاه هنريك يوم 11 ابريل بدا تظهر حالات تانية عليها نفس الاعراض التنفسيه، حمى وارهاق ونهجان وتدهور سريع جدا. وده خلى اللي يحصل ما يبانش كحاله فرديه، لكن احتمال بؤره مرضيه خطيره في وسط الاطلنطي. السفينه كانت في الرحله في الاطلنطي والمؤكد انها زارت جزيره سانت هيلينا من يوم 22 ل 24 ابريل، وهنا ظهرت الثغره اللي هتخوف العالم كله. منظمه الصحه العالميه قالت ان في 34 راكب نزلوا قبل ما يوصل بلاغ الاشتباه الرسمي يوم 2 مايو. الناس دي نزلت الجزيره وبعضهم كمل رحلته لبلده من المطار، وهم مش عارفين ان ممكن يكون حد فيهم اتعرض للفيروس، ومن ضمنهم كانت السيده مارتا اللي كانت مخالطه جدا للحاله الاولى. هي نزلت الجزيره يوم 24 ابريل وكان عندها اعراض معويه. هي في الطريق لجوهانسبرج يوم 25 ابريل حالتها بدات تسوء اكتر، ولما وصلت جنوب افريقيا دخلت عياده بس الفيروس كان اسرع، ماتت يوم 26 ابريل. وبعدها ب8 ايام وتحديدا يوم 4 مايو الPCR ياكد الصدمه ايجابي فيروس هانتا. وفي راكبه تانية ظهرت عليها الاعراض وتوفت يوم 28 ابريل، ده غير الحاله اللي ظهرت بعد موت هنريك اللي اتعمل بسببها البلاغ وتوفت يوم 2 مايو. ولما تحاليل اكدت اننا قدام فيروس هانتا بدا استنفار صحي دولي. منظمه الصحه العالميه فعلت البروتوكولات بتاعتها وتخاطبت مع الدول المعنيه عشان خاطر تجيب قوائم السفر وتتتبع الحالات المخالطه. ومن هنا السفينه ما بقتش رحله سياحيه، دي بقت بؤره تحت المراقبه الدوليه. بعد ما السفينه وصلت منطقه كابو فيردي طلع على متنها خبير من منظمه الصحه، وبعدها انضم له دكتور من هولندا وكمان خبير من المركز الاوروبي لمكافحه الامراض. يعني السفينه بقت تحت اداره طبيه دوليه كامله. الخبراء كانوا بيفحصوا الناس اللي على السفينه وبيجمعوا معلومات عن مين اتعرض للخطر ومين لازم يتعزل ومين ممكن تظهر الاعراض عليه بعد ايام. وفي نفس الوقت السفينه كملت تحركها لجزر الكناري بعد الاخلاءات الطبيه اللي حصلت للمصابين. اما الحالات اللي ظهرت بعد كده فكان منهم طبيب السفينه والمرشد السياحي، الاثنين اتاكدت اصابتهم وتم اخلاءهم طبيا الى هولندا. طيب ليه العالم مرعوب دلوقتي؟ لان سلاله اندس اللي كانت على السفينه هي النسخه المطوره من فيروس هانتا. في العادي هانتا محتاج فار عشان يعديه، لكن السلاله الجديده كسرت القاعده، بقت بتتنقل من انسان لانسان. الفيروس ده بيعمل متلازمه بيخلي رئتك يتسرب لها سوائل من جسمك، يعني انت حرفيا بتغرق بسوائل جسمك ودموعك وانت واقف على ارض ناشفه. وهنا بقى هيجي الجزء اللي يخليك تشك في كل حاجه. سنه 2012 كرتون سيمبسون عرض سفينه في القطب الجنوبي والناس فيها ممنوعين من النزول بسبب وباء تنفسي. نفس السفينه ونفس الكادر ونفس الفكره، وزود عليها غلاف مجله ايكونومست اللي كان مليان رموز لقوارب عزل ماء. طب هل معقول ان هانتا فيروس ما كانش صدفه؟ هل كان في تسريب مقصود لتجربه سلاح بيولوجي جديد؟ السفينه لحد النهارده واقفه في جزر الكناري محاصره بالجيش والفرق الطبيه، والركاب محبوسين في كباينهم مستنيين يشوفوا مين القنبله الجايه. وده كان تسريب خفي. السفينة اللي بدأت بحلم هنريك وانتهت بكابوس عالمي. الحكاية دي بتثبت ان التاريخ ما بيموتش، هو بس مستني اللحظة الصح عشان يرجع يطاردنا من تاني. افتكر لو هنريك ومراته والركاب اللي معاهم كملوا الرحلة من غير ما حد يكشفه، شكل العالم كان هيبقى عامل ازاي النهاردة؟ وهل هانتا هو الوباء اللي سيمبسون حذرنا منه؟ مستني رأيكم في الكومنتات. سلام.